تغيير الأسلوب ما بين الدور الأول والثاني. أعطونا كيف بدأ خصص بدأ الدوري بهذا الشكل، مواجهات كثيرة 1 على 1 اللي هو الدفاع المتقدم وقلة العدد في الحالة الدفاعية، فكانوا كل الفرق تتجرأ على التسجيل في النصر زي ما تشاهد مع الأهلي بلمسة. وكانت هذه المشكلة الكبيرة جدا في نادي النصر، ولو استمر على هذه الفكرة أنا متأكد ما راح يحقق الدوري، واليوم من آوت مباشرة يروح أحمد عبده ويسجل هدف في شباك النصر. كان في سهولة كبيرة في الوصول إلى شباك النصر، لكن النصر الثاني الجديد في الدور الثاني تغير تماما، أصبح لا يلعب ضغط عالي مثل ما تشاهد، الناس واقفة في ملعبها، ولما تلعب الكرة الطويلة الناس واقفة وراء بعدد أكبر وبدون تهورات أسلوب الدفاع المتقدم مثل ما تشاهد. هذا النصر بدأ يرجع ملعبه مسكرة ويأخذ الحالة الدفاعية شكرا الأكبر دائما. هذا الأمر هو سبب تحقيق النصر للدوري. فقد الدوري في فترة معينة مع الهلال، عاد للواقعية وحصل على صدارة الدوري. 2